سوق الاسماك جده بيشتغل هنا، جده متعب هنا. اوكي، ده متعب جده من اللعيبه اللي ممكن يشتغل بشكل كويس هنا، ممكن يشتغل هنا. عماد متعب راجل دايما بيشتغل على الحاجات ديت، الحته ديت، الحته ديت. تمام. سرعته بتديله الفرصه ديت وبتديله الاتاحه ديت، بالاضافه ان متعب جوه الصندوق من اخطر اللعيبه اللي موجودين في مصر، يعني بيشتغل فيها بشكل ممتاز جدا. بس بيعتمد على كور لجده او كور لوليد سليمان او حتى كور من احمد فتحي او بركات، بالاضافه لواحد جاي من ورا اللي هو السيد معوض. انا كان نقطتي كنت عايز اوصل حاجه اللي متعب في الفتره الاخيره مش هو عماد متعب اللي راس حربه اللي هو بتاع زمان. انت اتكلمنا على لعيب في كل مره بيجيب له هدف. تمام. فهو ده اللي انا طالبه من عماد متعب، حتى لو 50%. بص، سيبنا من كل ما يذكر في الاعلام ان عماد متعب مش عارف عامل ايه وعماد متعب مكان ايه اللي مطلوب من راس حربه زي متعب؟ هنا تسجيل الاهداف. مظبوط. في الحته دي مميز، بيجيب اهداف، بيترجم اللي بينفذه الثلاثي اللي هنا بتوع النادي الاهلي، بيترجمهم بافضل ما يمكن. عشان كده عماد متعب بيظل هو افضل راس حربه موجود في الوطن الحالي في مصر. عشان كده انا بقول ان عماد متعب هو المنفذ او المترجم الحقيقي لكل الشغل اللي بيتم من هنا ومن هنا ومن الثلاثي دول. اوكي؟ شغالين ولا؟ اتفضل. ممكن كابتن خالد بدري يفكر يعني يقلل حد من الصناعه اللي كان الاثنين مهاجمين ما اعتقدش، لان النادي الاهلي لا يتواجد فيه لعيبه ارتكاز بشكل كبير الا اذا شال واحد زي بركات، وده صعب. بركات اهو، ابو تريكه، وده عندنا مين؟ وليد سليمان. صعب ان يشيل واحد من الثلاثه دول، ان هم دول مكمن الخطوره، وينزل واحد زي عبد الله السعيد هنا كده هتقلل الخطوره في الحته دي. هتدي فرصه لالكسس مندوم يزيد، هتدي فرصه ان عماد متعب يبقى لوحده بس فقط تغيير، فتاثر على قوه الهجوميه للنادي الاهلي. عشان كده انا في اعتقادي ان التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي ببركات، ابو تريكه، وليد سليمان، مع عماد متعب، مع الترغيب فتحي وسيد معوض، وهم دول مكمن الخطوره في النادي الاهلي. مش شايف حضرتك ان كل الاهلي بيلعب فرد واحد والزمالك فرودين او اثنين اصحاب، ده تفوق مثلا لنادي الزمالك او حد يحسبها اللي هو زياده عدديه في اطلاقا 4 2 3 1 انت بتلعب براس حربه واحد، بتلعب ب4 رؤوس حربه، لانهم عندهم اللامركزيه. ممكن تلاقي بركات هنا، ممكن تلاقي ابو تريكه هنا، ممكن تلاقي جده هنا او وليد سليمان مع عماد متعب. عشان كده معظم الشغل بتاع النادي الاهلي هتلاقيه جوه موجود من القلبين مع تقدم الطرفين اللي هم سيد معوض واحمد فتحي. ف 4 2 3 1 ناس كتير مفكره ان هي راس حربه واحده، لكن هم 4 رؤوس حربه بيتحركوا بشكل كويس جدا هجوميا، بالاضافه ان ممكن يشتغل على مستوى الدفاع كمان من هنا ومن هنا مع سيد معوض واحمد فتحي. تمام. حضرتك رسمت الثلاثه واللي قدامهم الواحد. نقطه ضعف دفاع الزمالك اللي هم متعب يعني يخليه فتره. فتح الله شفناه كتير قوي في مع المنتخب المصري، اي حد ياخد جنبه سبرنت ده اللي وهو برضه معاه حجاز طبعا. هي بص، نقطه ضعف نادي الزمالك في الحته دي اللي في النص، وده هيشتغل عليه ابو تريكه، سليمان، بركات، متعب، هيشتغلوا عليه كده في العمق طبعا. دي نقطة ضعف، دي أول نقاط الضعف في نادي الزمالك. علشان كده تواجد متعب أو تريكة أو وليد سليمان أو بركات في القلب ده هيخلق مشاكل كتيرة جدا للزمالك. هيخلق مشاكل ليه؟ لأن الزمالك عنده لعيبة وسط ملعب هنا. في الحالة ديت اللي بتحرك في لعيبة النادي الأهلي دول هيضطروا يرجعوا. دي ممكن تدي فرصة لوائل جمعة، لفتحي، لمعوض يزيد أكتر، يبقى الكثافة بتاعت النادي الأهلي لقدام دي ممكن تخلي النادي الأهلي أكتر هجوميا وأكثر سيطرة على الملعب في ظل تواجد الثلاثي الأمامي. عشان كده بقول لك النقطة ضعف. النقطة الثانية هي إن الجبهة اللي يوصل نادي الزمالك تفتقد من الواحد دفاعيا، بمعنى إن عبد الشافي من أفضل اللاعبين على المستوى الهجومي، ولكن دفاعيا يظل في ال 100 متر لوحده، ما عندوش أي مساعدة من لعيبة نص الملعب، ده بفضل التوهان اللي موجود في نص الملعب، ودي نقطة ممكن يشتغل عليها فتحي وبركات الكرات العرضيه ويساعدهم وليد سليمان او ورا عبد الشافي يعني تعمل كلمه السر وتعمل كرات عرضيه من هنا من هنا سيد معوض او وبركات، تعمل كرات عرضيه لمتعب وابو تريكه ووليد سليمان، تتعب كتير جدا نادي الزمالك. تمام. مع الزياده العدديه اللي حضرتك ذكرتها للنادي الاهلي وزي ما بقول يعني فتحي ومعوض وجمعه هيكملوا، فرضا لو في كوره طويله لعبوا الكوره الطويله الزمالك كمل جعفر ما شاء الله وسيسي ممكن يقوم بحاجه زي كده.
مش دي نقطه ضعف بقى الهجمه المرتده السريعه اللي الزمالك؟ لا، ما في النهايه لما بتيجي تدافع انت النادي الزمالك دلوقتي معاك كرة او هجمه مرتده، عندك هنا جعفر سيسي مستحيل هتلاقيه هنا، سي هينزل مستحيل هتلاقي راسين حرب هنا معايا. انت عندك هنا شريف، وائل موجود معايا، وائل جمعه، هنا جعفر، خلاص اوريدي 1 على 2، خلاص الموضوع بالنسبه لهم صعب جدا. دي الزمالك اذا اراد الفوز على النادي الاهلي او لخبطت او تعب النادي الاهلي لازم يجي يعمل كره عرضيه، يعملها من هنا او يعملها من هنا، لان التغطيه العكسيه بالنسبه للنادي الاهلي في ظل تواجد واحد زي غالي وعاشور قليله جدا، 2 نص ملعب، عشان تعمل كور وهجمات مرتده لازم تعملهم على الطرفين، الطرف اليمين او الطرف الشمال، من جعفر او سيسي او احمد حسن، دي ممكن تتعب كتير النادي الاهلي. هتضطر لما تلاقي في تقدم لاحمد فتحي هتضطر وائل او شريف يروح ناحيه اليمين، جعفر هنا يبقى 1 ضد 1 مع عبد الله سيسي، ممكن يتعبوا كتير جدا النادي الاهلي في الهجمه المرتده، ودي من النقاط اللي لازم يشتغل عليها كابتن حسام. تمام كده تقريبا احنا مش موجودين. هو هيضطر لو رجع اليكسيس بندوق هنا هيبقى عنده 2 لعيبه نص ملعب بس، صلاح ونور. الكثافه بتاعت النادي الاهلي وكثافه نادي الزمالك هتبقى متوازيه جدا بالنسبه لنص الملعب، عشان كده تواجد اليكسيس كان مهم جدا في مباراه زي ديت. النادي الاهلي يبقى تاني، الزمالك يبقى تاني، دي كانت ممكن تعمل ضغط على لعيبه نص الملعب النادي الاهلي وتفرض سيطره كبيره جدا في الجزئيه دي، وتخلي سيطره في نص الملعب. عشان كده الزمالك بقى بيحاول يعدل ازاي؟ يعدل بتواجد احمد حسن، سيسي معايا، نور وصلاح معايا، بتواجد زي ما قلت لك كده. ممكن احمد حسن يخش كده، يبقى هنا عندنا عبد الشافي وهنا صابر رحيل. دي هتعمل لك ايه؟ هتضغط على فتحي رقم 1، توقفه دفاعيا وتعمل فاصل بينهم وبين البركات. 2 هتعمل عمق هجومي لنادي الزمالك زي ما احمد حسن متعود ان نلعب على قلبين الدفاع. 3 هتبقى حريه نور السيد انه يرجع لنص الملعب اكتر وهو قوي جدا في التسديد على خط 18. 4 هتخلي سيسي يشتغل تاني اكتر كده. دي امور ممكن تخلي نادي الزمالك يسيطر. اذا اراد الزمالك التسجيل لازم يلعب على سيد معوض، لان سيد معوض دفاعيا اقل بكتير جدا. في الحاله ديت هيشتغل ب1 أو 2. لازم يشتغل كمان على قلبين الدفاع حتى لو في وائل جمعه ولا الجامد غير جاهز بدنيا مع عبد الله سيسي واحمد جعفر، ممكن تقدر تخليه الزمالك. اذا اراد التسجيل لازم يلعب على الحته ديت ولازم يلعب امين الدفاع، بالاضافه اخطر حاجه في النادي الاهلي هي الكور العرضيه السريعه. دي مشكله كبيره جدا جدا في النادي الاهلي في كل مباراه اخيره، ايام ما كان موجود مانويل جوزيه وايام ما هو في الكابتن حسام كده. اعتقد الزمالك اذا اشتغل على الكرات الثابته وعلى الجبهه اليسرى وعلى قلبين الدفاع هتبقى مشكله كبيره للنادي الاهلي. هتضطر ان حسام عاشور يرجع، هتضطر ان الزياده بتاعت خط دفاع الزمالك، هتضطر لعيبه نص الملعب بتاع الزمالك يفرضوا مساحتهم اكتر، وهتضطر كمان ان عبد الله سيسي يقرب اكتر من جعفر يتعبوا شريف وهو طبعا لا للتعصب. انا اخص بالذكر يعني النادي الاهلي ونادي الزمالك اعتقد ان هم كان لهم دور كبير جدا في الثوره، وزي ما كان لهم دور ايجابي كبير جدا في الثوره المصريه، الثوره المباركه، ثوره 25 يناير، برضه عندهم دور كبير جدا في عوده النشاط الرياضي، في رساله للتعصب، في تهيئه مناخ رياضي للنشاط الرياضي بشكل كويس جدا، في الفير بلاي اللي هو مطلوب على مستوى العالم، في اظهار صوره حضاريه لكل افريقيا ان احنا لدينا جمهور على مستوى عالي جدا من الثقافه والوعي والفكر والانتماء بشكل متحضر. ده اللي مطلوب من جمهورنا الاهلي وجمهورنا الزمالك في الفتره الجايه. احنا عندنا مشاكل امنيه، عندنا مشاكل بتطفو على السطح بشكل صعب جدا ومؤثر جدا على وريث الجمهوريه وعلى كل الجمهوريات. اتمنى من كل قلبي جمهورنا الاهلي في المقام الاول الالتراس اللي انا بعشقه، او الوايت نايتس، او جمهورنا الاسماعيلي، او جمهورنا المصري كمان. انا عارف ان عندكم مشاكل معاه. جمهورنا الاتحاد السكندري، كل الانديه الشعبيه اللي يتكاتفوا في الوقت الحالي ضد القرارات الداخليه بيكونوا بشكل كبير جدا لمصلحه الرياضه ومصلحه كره القدم واساء مبدا ضد التعصب، لان دي مهمه جدا في المرحله اللي جايه عشان مصر ترجع تاني كما كانت في السابق.